مخبيش عليكم، عايزة الكل يستفاد. فكرة مشروع تحفة من قلب بيتك. القالب اللي قدامك ده كله ما كملش تمن القطعة بره. يعني تخيلي كده لما تعمليه في البيت بطريقة اقتصادية وبعيب القطعة، عايزة اقولك ربح 100% زي ما كانش اكتر. هقولك كل الاسرار، مش هخبي ولا فتفوتة عليكم. 4 كوبايات من الدقيق، رشة ملح، معلقة خميرة، 3 معالق من السكر. بالله عليك لو الفيديو وصلك اوعي تنسي اللايك والشير والمتابعة كمان. رشة بسيطة من البيكنج باودر. هبتدي اقلبهم كويس جدا جدا. مكعبين 2 من الزبدة زي ما انت شايفة، عشان كده بقولك اقتصادي جدا. بيضة واحدة، وابتدي احط خل علشان زفارة البيض، وارجع احطهم في العجان واقلبهم تقليبة كده مع بعضيهم. وبعدين هنبتدي نعجن بكوباية حليب. لو احتجت سوائل اكتر هبتدي احط مية شوية بشوية كده لحد ما العجينة تلم. بعد ما تلم معايا هسيبها تتعجن كويس جدا. لو مفيش عجان بايديك الحلوين، بولة كده وهاتي العجينة الحلوة الناعمة وطرية وكلها حنية. حطيها في البولة وغطي عليها وسيبيها تخمر وترتفع كده ويتضاعف حجمها. في الوقت ده هتبتدي تظبطي الحشوة بتاعتك، اللي هي نص كوباية من السكر أو حسب الرغبة، وربع من القرفة. السينابون يعني قرفة. هقلب كويس جدا واركنهم على جنب. وهنا العجينة كانت تضاعف حجمها. بوكسين حلوين، خرجي كل الهواء اللي في قلبيها، وابتدي كده على المفرش وهاتيها واقسميها جزئين، او لو عايزة تفرديها دفعة واحدة زي ما تحبي. هقسمها جزئين وافردها نص نص على راحتي بشكل مستطيل عشان ما تهدرش معاكي، يعني على قد ما تقدري. بعد ما فردتها، مكعب تاني من الزبدة. التوتال كله خدوا 4 مكعبات من الزبدة وطلعوا لي كل الكمية دي. انت طبعا عارفة قطعة السينابون بكام بره، مش محتاجين ان انا اقول لكم. بعد ما حطيت الزبدة وهي اساسية عشان التوريق، هبتدي ارش الخلطة او الحشوة اللي عملناها. وكتري على قد ما تقدري، عايزة اقولك بتفرق جدا في الطعم. هرول العجينة بتاعتي واقفلها علشان ما تفتحش معايا لما تخمر للمرة التانية. ضروري وانت ماشية كده تقفلي زي ما بترولي رغيف الفينو بالظبط. قفلي ومن على الجناب كده ظبطي وهندميها كده وخلي شكلها حلو. هاتي الطرف اللي في الاخر وقفليه كويس جدا، لان احنا هندخل فرن وهنخمر. لو ما تقفلتش كويس هتفتح منك وهتترك كل السكر ويتحرق وخلاص. فاحنا عايزين برضو ايه، نقتصد كده وفي نفس الوقت نطلع حاجة تكون مظبوطة وطعمها حلو. هبتدي اخدها تحت ايدي يمين شمال كده لحد ما اتاكد انها اتقفلت. بعينيكي كده هتحسبي مقاساتها وتقطعي القطع كلها قد بعض، وممكن تعمليها ميني اكتر من كده زي ما بتحبي. هبتدي اقطعها بالسكرابر او بالسكينه او ممكن بالخيط، اي حاجه عندك. دهنت دهنه بسيطه جدا في القالب بتاعي من الزيت، حاجه كده زي نقطه زيت. وهبتدي احط فيها رولات السينابون بتاعتنا واحطها بالشكل ده. واجيب القطعة التانية او الجزء التاني واعمله بنفس طريقة القطعة الاولى بالظبط. رليته وحشيته بمكعب زبدة واحد بس ورقته. هحطهم كلهم جنب بعضيهم في نفس القالب. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ادتني كمية حلوة جدا. بسيبها تخمر للمرة التانية. هنا الصوص الخطير الاقتصادي جدا. نص كوباية من السكر البودر، نص كوباية من الحليب البودر، 2 مثلث جبنة، مكعب واحد بس من الزبدة، مية مغلية في حدود تلت الكوباية مية مغلية. واضربي كويس جدا جدا جدا. بره بيقولك حاطين جبن وحاجات كتير، احنا بمثلث لمثلثين جبنه هيطلع معاكي تحفه التحفه. على التلاجة على طول، وهتسيبي الصوص بتاعك يتقل ويحلو. هنا السينابون بعد ما خمر هدخله الفرن على 180 10 دقايق واخرجه. نص كوبايه حليب عليها معلقه سكر، وهبتدي اسقسقه قبل ما يكمل تسويته. طبعا الخطوه دي اختياريه، بس بتدي للسينابون بتاعك طراوه وهشاشه وتخلي العجينه تحفه. هدخله الفرن لحد ما يستوي ويحمر. طلع معايا الرولات زي ما انت شايفه، واخده لون حلو وطعم حلو. بسرعه بسرعه اجيب الصوص من التلاجة وانزل بده على ده. الصوص في البدايه بيبان لك ان هو قليل، لكن هو مش قليل ابدا، بالعكس مظبوط، وهيغرق السينابون حتى من جوه، لان السينابون بتاعنا سخن والصوص زي ما انت شايفه خارج من التلاجة. ده هينزل على ده، هيشربه وهيسيب لك على السطح وهيغرقه لحد تحت. صوص الطوفي عملناه في البيت وخزناه في الازايز. طبعا في فيديو قبل كده انا عاملاه لصوص الطوفي، لو حابين كل حاجه تعملوها في البيت.
هتطلعي القطعة بتاعتك وتقدميها، ريحتها وطراوتها وهشاشتها مش قادرة اقولك عاملة ازاي. تقدري تعمليها لولادك وتوفري فلوسك، او تعمليه مشروع من قلب بيتك. نسبة نجاحه كاملة 100%. هتضاعفي كل اللي دفعتيه 100 مرة. بصي القطعة بتاعتنا تحفة، مورقة خطيرة، جربوه بالطريقة دي، متأكدة ان هيعجبكم جدا، واي حد هيطلبه منكم هيرجع يطلبه مرة واتنين وتلاتة وعشرة. تقدري تغيري الأطعمة والصوصات من فوق زي ما تحبي. بألف هنا وشفا.